غادي نهضر على واحد اللاعب اللي مظلوم بزاف اعلاميا، وخصوصا مظلوم من طرف المنتخب المغربي والناخب المغربي. هو وليد الركراكي، واحد اللاعب اللي رائع وقدم مستوى كبير مع الفريق ديالو، ولكن مع الاسف اي معسكر ولا اي لائحه اللي كيعلن عليها وليد الركراكي كنلقاو ان هذا اللاعب غايب فيها. وهذا اللاعب هو سفيان رحيمي. سفيان رحيمي ولد الراجل اللي كيقدم مستوى كبير مع نادي العين الاماراتي، وكيتعتبر احسن اجنبي كاين في الدوري الاماراتي. وبزاف ديال الانديه اللي كانت باغيه لا من فرنسا ولا ايضا من السعوديه كانت كتمنى انها تتعاقد معاه في هذه الانتقالات الصيفيه. اللاعب اللي كيقدم مستوى خرافي وكيقدم اداء رائع وديما كيطور راسو، وكنظن انه كان بالامكان ان وليد الركراكي يعطيه فرصه كما عطاها لبعض اللاعبين اللي ما بينوش على مستوى كبير مع المنتخب المغربي. خصوصا ان سفيان الرحيمي طور راسو بشكل كبير مؤخرا، لا بدنيا ولا تكتيكيا، ولا لاعب ناضج وممكن انه يقدم الكثير لوليد الركراكي، لان معظم اللاعبين اللي كيلعبوا في المركز ديالو اما مشاو احترفوا في الخليج في دوريات اقل من الدوري الاماراتي، ولا لاعبين اللي ما كيقدموش اداء اللي كيوصل حتى النصف ديال الاداء سفيان الرحيمي مع الفرق ديالهم. لاعب واخا كيلعب في الامارات ولكن عنده مستوى صراحه، لو كان مشى للانديه الاوروبيه كان غيقدم اكثر وكان غادي تعطى ليه فرصه اكثر. ممكن ان هذا الاختيار هذا يكون كيلعب ضد اللاعب، ولكن اللاعب كيستحق انه تعطى ليه فرصه مع المنتخب المغربي، خصوصا بعد الاداء الرائع والخرافي اللي كيقدمه مع العين الاماراتي. لاعب اللي بدنيا واقف وايضا تكتيكيا ممكن انه يعاون المنتخب المغربي. لاعب اللي كنعتقد انه مظلوم بزاف من طرف الناخب الوطني وليد الركراكي. نتمنى ان تعطوه فرصه كما تعطات بزاف ديال اللاعبين اللي جاوا للمنتخب وما قدموا والو، ما قدموا حتى الربع ديال المستوى اللي يمكن انه يقدمه سفيان الرحيمي. حنا كنعرفوا سفيان الرحيمي وكنعرفوا المستوى ديالو وكنعرفوا شنو قادر انه يقدم للمنتخب المغربي. لهذا الشيء كنتمنى ان هذا اللاعب هذا تعطى ليه فرصه وانه يجي يمثل المنتخب المغربي. تعطى ليه فرصه كاي لاعب. بزاف ديال اللاعبين اللي جات تعطى لهم فرصه مقابله جوج وثلاثه واربعه وبينوا انهم مزرقين ديال بصح وكيلعبوا في اوروبا، ومع ذلك باقي كيتنادى عليهم وباقي كتعطى لهم فرصه باش انهم يقدروا انهم يزيدوا ويعطيو شي حاجه للمنتخب المغربي. سفيان الرحيمي ما تعطاتوش حتى الربع ديال الفرص اللي تعطات لهاد اللاعبين هادو، خصوصا ان اللاعب كيمتع حاليا وكيقدم اداء رائع مع الفريق ديالو العين الاماراتي. نتمنى انها تعطى ليه فرصه كما تعطات بزاف ديال اللاعبين، لان اللاعب يستحق ذلك. راه مغربي وولد الشعب وتزاد في المغرب ومشى احترف وقاتل على راسو مقاتل على والديه. فري انه مشى لدوري اللي ما كيتعتبرش انه قوي كالدوريات اللي كيلعبوا لهم لاعبين اللي في اوروبا، ولكن حاليا بزاف ديال اللعابه اللي مغاربه اللي كيلعبوا في نفس الدوريات وكيتم ان الناخب الوطني كيعيط لهم. نتمنى ان حتى هاد اللاعب هذا تعطى ليه فرصه ويعيط ليه الناخب الوطني، خصوصا في المعسكر الاستعدادي اللي غيكون ان شاء الله في الايام القليله المقبله. نتمنوا ان وليد الركراكي يعطي الفرصه لهذا اللاعب، ونتمنى ان اللاعب نشوفه ان شاء الله كيحمل قميص المنتخب الوطني المغربي، لانه عنده الكثير ما يقدم للمنتخب المغربي. شكرا لكم ونتلاقاو في فيديو جديد.